خارج الملعب، طبعا خارج أرضية الملعب، ويكون الدخول مباشر من قبل الكادر، أو هنا دكة بدلاء فريق النفط يترك المصطبة ويدخل إلى الملعب. يبدو أن هناك بعض الأمور اللي حصلت في مدرجات الملعب اللي دعت لاعبي ودكة بدلاء لاعبي فريق النفط الابتعاد عن المصطبة والدخول إلى الملعب. هذه الأمور ما نتمنى نشاهدها في دورينا، مشاكل عديدة وصول مشكلة نوعا ما. دخول بعد تسجيل هدف فريق النفط، الهدف الأول في هذه المباراة عن طريق أيمن حسين. أيمن حسين في الدقيقة 44 هو اللي سجل هدف المباراة، والآن مباراة توقفت بعد الهدف ودخول لاعبي وبدلاء لاعبي النفط إلى أرضية الملعب. وراح نشاهد القرار اللي يتخذه حكم المباراة لإبعاد هنا المدير الإداري أيضا مشتاق كاظم. حكم المباراة يحاول أن يبعد لاعبي فريق النفط، لاعبي الاحتياط. ونعود إلى أجواء المباراة، نشاهد الإعادة الهدف بعد هيئة من علي قاسم، والطول اللي مكن أيمن حسين التحضير بهذه الطريقة الجميلة والتسديد باليسار بقوة على المرمى. وأيمن حسين الآن يسجل لفريق النفط.